واحنا فاتحين بابنا لاي مواطن مصري. وزي ما قالت مدام سلوى، قالت كلمتين في النهايه، اعتقد ان هو يعني اذا وصلوا لابد ان تاخذ بيهم اي قياده في اي دوله في العالم. خدوا حقكم وادينا حقنا. دي كلمه جميله مدام سلوى. احنا كمصريين مش عايزين اكتر من حقنا. الناس اللي تعبت في الارض، والناس اللي شقيت، والناس اللي استصلحت، والناس اللي يعني استشعرت خير في الاداره السياسيه للدوله مش عايزه اكتر من حقها. عايزين حق المواطنه. الناس دي موجودين في مصر ولهم حق المواطنه، ويجب ان يعيشوا كمواطنين مصريين. يجب ان يعيش كل مواطن مصري باحساسه العميق انه موجود في بلده اللي بتدافع عنه، بلده اللي بتحميه، بلده اللي بتوفر له كل وسائل الراحه. ده خطاب بسيط جدا من المواطنين المصريين. الناس دي ملهاش اي مشكله عند البلد. الناس دي ما حملتش البلد جنيه. الناس دي ساعدت البلد. الناس دي بتحاول توصل رساله بان في استثمار مصري، استثمار هادف، استثمار عايز ينمو بالبلد دي، استثمار عايز يرتقي بالبلد دي. فيعني سيبوا الساحه، اتركوا الساحه للمصريين عشان يعمروا بلدهم، وبلاش الملاحقات سواء من جهات تتبع الدوله او جهات اخرى خارجيه لديها مطامع فيما يحتويه ويمتلكه المصريين. ارجوكم سيبوا المصريين ان هم يعيشوا ببلدهم وينعموا ببلدهم. نورتونا في حزب المحافظين، واهلا وسهلا بيكم، وباي مواطن مصري عنده اي مشكله اهلا وسهلا بيكم، نورتونا.